خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد عبارة على معسلات بمناسبة رمضان، مع رمضان الكريم على الأبواب. والله يصوموا لنا بالصحة والسلامة إن شاء الله، ولا فاقدين ولا مفقودين. اليوم غنشارك معكم الزلابية ديال البنان اللي كتجي سهلة وبطريقة ناجحة 100%، وبمكونات موجودة في أي بيت. هنا عندي واحد الساشي ديال الفانيليا اللي من فئة 8 غرام. غنحتاج 2 كيسان ديال الدقيق الفورس اللي جا غير ربلتهم، وعندي هنا واحد الكاس ديال السميد رقيق باش كنديروا البسبوسه، سميده رقيقه. هنا على قد الكيسه اللي عبرنا بهم النواشف غنعبروا بهم حتى الماء. هنا عندي قبيصه الملح، هنا عندي واحد المعلقه ديال القرفه اختياريه، انا كتعجبني. هنا هاد الفانيليا من فئه 8 غرام. هنا غنخلط هاد النواشف حتى كيتخلطوا يتماسكوا مع بعضياتهم. هذه كتجي ساهله وكتجي لذيذه، جات من داكشي الرفيع. هنا غنخلط هاد النواشف كلهم حتى كيتخلطوا، وغندوز نحطها على جانب. هنا عندي طنجره، او هنا السوائل نفس الكيسان باش عبرت النواشف غنعبر الماء. هنا عندي نص كاس ديال الزيت، وغادي نعمرو بماء الزهر. ليكم الاختيار، اللي ما كيعجبوش يقدر يكتفي غير بالماء. هذا الكاس الاول والكاس الثاني. هذا كاس اللي درت فيه الزيت ودرت فيه الماء الزهر، حتى هو كيجي هاد الماء الزهر كتعطيه واحد النسمه كتجي من داكشي، كتجي زوينه. هنا معلقه تاع العسل ومعلقه صغيره ديال الخل. انا درت فيها خل التفاح. وكيسبق وقلت لكم اختياري، بحال الخل والماء الزهر اللي تيعجبوا المذاق يديروا، اللي ما يعجبوش ما يديروش. انا حطيته فوق النار صافي، ملي غلا ها هو بدا كيطبخ. غنحيدو. صافي خصو يغلى مزيان. ملي حيدتو هو ساخن غندير فيه الدقيق، غنديرو دفعه واحده. عفوا. صافي وندوز نحرك بالزربه هاد الدقيق مع هاد الماء ساخن، راه البخار باقي كيبان. ونحركوه هكا بالزربه باش داك الدقيق كله يتشرب داك الماء، يعني بالاستعانه ديال هاد المعلقه الخشبيه. وحنا كنعجنوها بهاد الطريقه. ملي كيبدا يبرد شويه كنديروا الايدين ديالنا، حيت هي باش كتحسي بالعجين راه تماسك. اي سخون. ملي نقدروا نستحملوا السخونيه نعجنوا بايدينا. صافي كنحصلوا على واحد العجين اللي لين. ها هو خصو يتعجن مزيان هكا حتى ما كنبقاوش نحسوا بداك الكويرات او الحبيبات ديال الدقيق. وسهله كتجي لذيذه، الواحد يبدل شويه. انا كتعجبني بشنيخه هاد العام ما غنديرهاش، غندير غير هاد
هاد زلابيه البنان. وغنحضر ان شاء الله شكيلات اخرين. صافي دابا كاع داك مابقاش فيها حس الدقيق، صافي تماسكات. ندوز نحطها في اناء. صافي وغنجيب بلاستيك غذائي ونغطيها باش ما تنشفش، وندوز مباشره نخدمها. غنجيب هاد السكابوش او هاد الجيب الحلواني. انا عندي هاد البوق، عندي هذا فيه تشنيف شويه غليظ والاخر تشنيف رقيق، كيبقى الاختيار. انا غنديرها بهاد اللي عنده تشنيف شويه غليظ. صافي غندير الكميه اللي نقدر نتحكم فيها باش نخرجها في هاد الجيب الحلواني. شتي كتجي زوينه وتتخرج لينا بسهوله. هنا نغطيها عفوا ونخليها على جنب، ونجيب هكا صينيه اللي درت فيها ورق الزبده. صافي ونخرجها على هاد الحجم كيبقى اختياري. انا درتهم صغار كيجيو شويه حلوين، كيجيو يقدر الواحد الا كلا وحده يقدر يكملها، ماشي تكون كبيره بزاف. صافي هنا بعد ما كملت عطاتني كميه لا باس بها وفيره، 2 صينيات. وشاط ليا العجين، غنخرج منها 2 ديال الشكيلات اخرين. انا عندي هاد الطابع غنخرجو كيف كيبان في الصوره على هاد الشكل هكا. صافي خرجت منه هاد المدورين وهاد المستطيلين. ودابا عندي الزيت، عندي العسل بعد ما سخنته ودرت فيه القليل من ماء الزهر باش كان ثقيل باش يخفف شويه. صافي هنا درت واحد وحيده باش نجرب فيها الزيت واش سخنات ولا لا. هنا ملي سخنات لي الزيت، لا يعني خصها تسخن مزيان باش ما يتحلوش، حيت الا كان الزيت ما سخونش راه هي كتحل لينا هاد الزلابيه. والاسرار ديالها نخليوها حتى تنشف، بحال درناها في الصباح من نقليوها حتى العشيه. انا درتها في العشيه وخليتها حتى الغد ليه عاد قليتها. وما نكتروش في سميتها باش ما يتلاصقوش، الا تلاصقوا كيتحلوا. صافي ملي كيغلاو كنقصوا من الزيت ونخليهم حتى كيتقلاو مزيان باش يجيونا مقرمشين. وملي نديروهم في العسل يشربوا داك العسل. وصافي هذا هو الاسرار ديالها. صافي ونبقى مستمره حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. وراه ناجحه وكتجي زوينه وما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. شي راه واخا هكاك مع المقله تاعي ما عامراش بهاد الزلابيه. هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. يعني هادوك زينتهم بالكاوكاو مهرمش، ودوك الدايرين زينتهم بالرقائق اللوز. كتجي شاربه العسل وكتجي فيها ديك التقرميشه يعني رائعه. وجات فنه، جات رائعه، كنتمنىكم تجربوها. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وهذا الفيديو ينال اعجابكم.
وإلا عجبكم شاركوا مع الاهل والاحباب، هكا تعمل فائده. ما تنسونيش، ما تبخلوش عليا بالبصيمه ديالكم، واللي ما مشاركش في القناه يشارك. وكنقول لكم الى اللقاء، الى الفيديو القادم.